اكبر غلط كيطيحوا فيه الطلبه اللي انترسوا بالدراسه في الصين هو اختيار غلط ديال جامعه فين يقراو. كاين جوج انواع ديال الجامعات الصينيه، جامعات حكوميه وجامعات بريفي. الفرق بيناتهم هو اللي غادي يحدد واش غادي تنجح ولا غادي يضيع مستقبلك. الا تفرجتي في هذا الفيديو حتى الاخر غادي تعرف شنو هو الفرق بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه في الصين، اين حدا فيهم كتوفر منح وغادي تقام عليك رخص، واش الدبلوم بحال بحال، وشنو هو احسن اختيار ليك. جامعه حكوميه ولا بابليك يونيفرسيتي كتكون تابعه للدوله وكتمولها الحكومه الصينيه. هاد النوع ديال الجامعات غالبا كتلقى فيه بزاف ديال الطلبه الاجانب وكيكون منظم بزاف وكتكون معترف بها رسميا. نهضروا دابا على التكاليف ديال القرايه. في الجامعات الحكوميه غادي يخصك من 2500 و 5500 دولار في العام، ولكن كاينين دي بورس كينقصوا لك من هاد الفخي وتقدر تقرا فابور الا خرجت لك منحه كامله. الا دفعتي جامعه خاصه غادي يخصك بين 6000 حتى 15000 دولار، وغالبا هاد النوع ديال الجامعات ما كيكونش فيهم منح، يعني الفرق واضح. بوبليك ممكن تقرا فابور ولا بدا فخي هابطين، بريفي غالبا غادي يخصك تخلص كلشي. بالنسبه للفرق في القبول الجامعي، باش تقبل في جامعه حكوميه غادي يخصك دوسي مزيان وغالبا غادي يخصك دوز امتحان CLCA ولا اونتروتيان قبل. باغ كونطخ الجامعات الخاصه تقريبا كيقبلوا اي واحد، ولكن ها انت تقبلتي واش داك الدبلوم يستاهل؟ قبل ما نكمل ونجاوب على هذا السؤال دير لايك لهذا الفيديو وكتب لنا في التعليق شنو هي الفكره اللي عندك على الجامعات الخاصه. اهم حاجه اللي كدير الفرق هي الدبلوم ديال الجامعات الحكوميه كيكون معترف به اوتوماتيكمون، وفاش كتخرج وبغيتي تخدم في المغرب مثلا ولا شي دوله اخرى دغيا تخرج لك ليكيفالونس. ولكن الا تخرجتي من جامعه بريفي المعادله كتاخذ الوقت باش تخرج، وفي بعض الحالات كديروا فيزا. دابا ملي عرفتي الفرق راه باين شنو هو الشوا اللي مزيان ليك سور لو لون تيرم، ولكن غادي تسول راسك باش تعرف واش ديك الجامعه مزيانه ليك ولا لا، وها انت لقيتي جامعه بوبليك ومعترف بها باش غادي تضمن راسك بلي غادي تقبل فيها بين 1000 طلبه اللي كيدفعوا ليها كل عام. هنا فين كيجي الدور ديال جريت وول. عندنا شراكه مع اكثر من 300 جامعه في الصين معترف بها عالميا، وكختاروا غير الجامعات الحكوميه اللي مضمونه 100% باش انت ما تضيعش فلوس وما تضيعش 4 سنين ديال القرايه على قبل الدبلوم اللي ما ساوي والو. وزيد عليها هاد الجامعات كيوفروا لك بزاف ديال المنح اللي كينقصوا عليك مصاريف القرايه والسكن، وباش نضمنوا بلي تخرج لك منحه مزيانه كنخدموا معاك الدوسيه من الاول حتى الاخر. الا بغيتي تستافد من منحه في جامعه مضمونه اللي غادي تدخل تقرا فيها وانت مرتاح ومتاكد بلي الدبلوم ديالها غادي تخدم به من بعد، عمر الاستماره ديال التسجيل غادي نخلي لك اللين في الوصف ديال هذا الفيديو وبدا التسجيل ديالك. وما تنساش دير سبسكرايب حيت جايين فيديوهات اخرين فيهم تفاصيل كثر على الجامعات الصينيه والتخصصات اللي فيهم. سلامه.